رسالة تحية وتعزية واعتزاز من فصائل الجهاد السورية إلى إخوة الإيمان في العدل والإحسان المغربية. رجال العدل والإحسان أبطال على مر الزمان، وشيخهم عبد السلام ياسين اسمه زين من أحرف القرآن. رجال لا تلين لهم قناة إذا ما التقى السيف بالسنان، صبر عند اللقاء يفرحون بالشهادة في المعارك والطعان، فلا يغرنك منهم حلم وأنات وحكمة وحلاوة في اللسان. إذا ما اشتد الوطيس حماسة فهم نمور الوغى تكسر القضبان، عقل وفهم ورشد وعلم وحكمة فوق شجاعة الشجعان، خصال إذا ما اجتمعت في أمة سادت الدنيا بمفاخر القرآن. هذه رايات محمد قد أقبلت يرفعها بنو العدل والإحسان، فإن غاب عنها زعيمهم عبد السلام فكلنا ياسين على مر الزمان. الحق رائدنا والنبي قائدنا، وليس لنا طمعا سوى في الجنان. يا طغاة الأرض مضى شيخنا راكبا سفينة نوح فويلكم من الطوفان. حمائم السلام قد أقبلت تحمل في أفواهها سلامة الأوطان، والسيل سيجرف ما بنيتم ويرمي بكم في مزابل التاريخ والوديان. فنحن جنود العدل والإحسان لا نهاب الموت ونخشى من الديان. وهذا نذير الحق قد سمعتموه، فهلموا إلى القرآن فهو خير بيان، وانبذوا كل عقيدة سوى دين محمد فهو الحق سيد الأديان. ونحن جنود المصطفى حقيقة لا زيغ فينا ساجدين للرحمن. عقيدتنا قرآن وسنة وإجماع وشريعة وعند الموت شهادتان. ومرحبا بالموت على دين محمد، فخر لكل حي من الإنس والجان. فيا إخوة الإسلام هلموا لبيعة نبيكم سيد الناس على مر الزمان. أقيموا الإسلام في قلوبكم وغيروا المنكر باليد والقلب واللسان، وذكروا طغاة الأرض بأننا جيل ياسين من العدل والإحسان.